بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسعد الله أوقات الجميع. جئنا لشرح الذي يبحث عنه الكثير أو يبحث عنه الجميع وينتظره الكثير من متتبعي القناة، وهو الشرح الخاص بكيفية صنع شعار جميل ومتحرك باسمي أو باسم قناتي. فسنبدأ على بركة الله. طبعا نحتاج في هذا الشرح إلى برنامجين: برنامج لصنع الشعار، وهو برنامج كنت قد وضعته لكم قبل هذا الشرح بكثير، يعني كنت قد وضعت لكم قبل شهر على ما أظن هذا البرنامج شرح تفعيل وتحميل. هذا البرنامج هو أورورا 3D Animation. أتمنى لمن لم يحمل البرنامج ولم يفعله أن ينزل بعد نهاية الشرح إلى أسفل الفيديو، لأني سأضع لكم رابط الشرح الخاص بهذا البرنامج مع تفعيله وتحميله. والبرنامج الثاني هو برنامج المونتاج فيلمورا. طبعا من يعمل ببرنامج آخر غير فيلمورا فهناك برنامجين فقط: برنامج كامتازيا وبرنامج سوني فيغاس. نفس الشيء سيقوم به، يعني نفس الخطوات التي سأقوم بها سيقوم بها مع كامتازيا ستوديو أو مع سوني فيغاس. نبدأ على بركة الله بالمرحلة الأولى، وهي مرحلة صنع الشعار. نفتح البرنامج الخاص بصنع الشعار. أول ما فتحت البرنامج ظهرت لي هذه النافذة. هذه النافذة طبعا بها شعارات جاهزة، وكل خيار به شعارات. تجد أنيميشن، تجد تكست، تجد لوجو، تجد باتن. سنذهب هنا، تجد شعارات، هنا شعارات، هنا شعارات. سأختار شعار للعمل به من أجل أن أسهل الأمر على الذين يحبذون العمل بشعار جاهز. على سبيل المثال سأختار هذا الشعار، أضغط فوقه ضغطتان. بعد أن ضغطت فوقه ضغطتان أصبح عندي الشعار في مساحة الأعمال. سنتعرف على بعض البديهيات. هنا في الأسفل موجود قائمة التشغيل وقائمة الوقف، وهنا موجود رقمين وهما من أجل أن ترى عمر الفيديو، عفوا عمر الشعار. سنضغط على التشغيل. تلاحظون أن الشعار غير متحرك. أنا سأقوم بتحريك الشعار وتغيير النص الموجود داخله. الكل ينظر أن النص به Maker 3D. أول ما أقوم به، أنا أريد مثلا أن أجعل الشعار متحرك. كيف أجعل الشعار متحرك؟ أضغط فوق الشعار، يعني هنا فوق الشعار هكذا، فيصبح عندي مساحة بلون أزرق، يعني الحواف الخاصة بالشعار أصبحت باللون الأزرق. أذهب الآن لتحريك الشعار. تابعوا معي. بالنسبة لتحريك الشعار ستذهبون إلى هذا المكان، ستجدون أنيميشن، تضغطون عليها فتعطيك مجموعة من الحركات. هذه مجموعة من الحركات: تحريك دائري، أو تحريك شعار يدور، أو تحريك شعار يذهب ويعود. المهم سنختار على سبيل المثال الحركة الأولى ونشغل لنرى. أصبح الشعار يدور كليا. نذهب إلى حركة أخرى، يصبح الشعار يدور نصف دورة ثم يعود. هذا بالنسبة لتغيير حركة الشعار. نذهب الآن إلى تغيير لون الشعار. ستذهبون إلى هنا Color، هذا رمزها، وتضغطون ضغطة واحدة. يجب التنويه الآن إلى أمر، هو أن اللون ستجد 4 اختيارات: فيل، بابل، تكست، ستوك. أنا لا أحبذ أن تعملوا بهذا الخيار، ولكن هذه الخيارات الثلاثة أساسية. كيف ذلك؟ بالنسبة للخيار الأول فيل، تضغط ضغطة واحدة على هذا الخيار. هذا اللون خاص بلون الواجهة. كيف لون الواجهة؟ سأغير لكم لون الواجهة. أؤشر على هذا الخيار وأغير اللون
طبعا قبل تغيير اللون ستجدون أن هناك نقطتان، نقطة هنا ونقطة هنا. النقطة الأولى تعمل داخل المثلث فقط، أما النقطة الثانية فتعمل حول الدائرة. كيف حول الدائرة؟ أنا أريد أن أجعل شعاري بلون أخضر، أذهب بهذه النقطة إلى اللون الأخضر وأحرك النقطة الثانية داخل المثلث بحيث أني أستطيع أن أحصل على لون أخضر فاتح أو لون أخضر قاصح نوعا ما، أو لون أخضر بهذا الشكل. هذه هي طريقة تغيير الألوان. الآن سنذهب إلى شيء آخر. هناك مربعات تجدها هنا، وهناك سهم صغير موجود هنا، تعطيك المزيد من الألوان. تضغط هكذا فتظهر لك المزيد من الألوان، وكذلك ستصبح واجهتك بشكل جميل. سنضغط على الأولى، انظروا، الثانية انظروا، الثالثة انظروا، الرابعة انظروا، الخامسة انظروا، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة. المهم سنختار أي لون لكي نكمل الدرس. أنا مثلا أريد أن أغير اللون، أغير بهذا الشكل كما قلت لكم من قبل. أصبح عندي الآن الشعار بهذا الشكل. سنأتي إلى الخيار الثاني الآن، بافل. هذا البافل المقصود به هي الطروادي، يعني الحواف الطروادي الخاصة بالشعار. انظروا جيدا، انظروا، بافل مقصود بها هذه الحواف الموجودة بجوانب الشعار. لاحظتم أننا غيرنا واجهة الشعار، ولكن بقيت الحواف باللون الفضي. كيف أغيرها؟ أذهب إلى هنا، إلى هذا المكان، بابل، أؤشر وأقوم بتغيير الألوان بالطريقة التي قمت بها من قبل. يعني هنا أسحب النقاط هكذا. كما لاحظتم تغير لون الحواف. الآن سنأتي لمرحلة أخرى، وهي المرحلة الأهم. سنذهب إلى تغيير لون النص، تكست. تضغط أو تؤشر على هذا اللون، ثم بعد ذلك تغير الألوان بنفس الطريقة. تريد أن تغير الألوان بهذا الشكل، تغير بهذا الشكل، مثل ما قمت بتغيير اللون الخاص بالشعار. بعد أن تعرفنا على البديهيات من أجل صنع الشعار، نذهب الآن إلى تغيير الكتابة الموجودة داخل الشعار. كيف تقوم بذلك؟ تقوم بذلك، تقف فوق الكتابة، يعني تقف فوق الشعار داخل الكتابة، وتضغط ضغطتان، 1 2، فتصبح لديك الكتابة هكذا. تريد أن تمسح الكتابة وتضيف اسم قناتك، تضغط ضغطتان وتمسح الكتابة وتكتب اسم القناة. سأكتب وليد تي في. بعد أن اخترت الاسم المناسب لقناتي، علي الآن أن أذهب إلى شيء ضروري، وهو أن أضغط خارج الشعار ضغطة واحدة. انظروا الآن أصبح اسم القناة داخل الشعار. إذن أعيد، أضغط على ستوب وأضغط هنا. هناك بعض الأساسيات التي يجب أن تعلموها أيضا. من بين الأساسيات أنه يوجد سهم هنا وسهم هنا فيما يختص هذان السهمان. السهم الأصفر يختص في تكبير أو تصغير حجم الشعار، انظروا. ولكن أنا إن أردت أن أجعل
الشعار كبير فأضغط ضغطة واحدة بالزر الأيسر للفأرة، ولا أترك أترك الأصبع ضاغط على هذا المكان، وأسحب إلى الأسفل من أجل تكبير الشعار. ثم بعد ذلك أترك. انظروا الشعار كيف أصبح. أريد أن أجعل الشعار صغير على نفس السهم، أضغط ضغطة واحدة وأسحب أسحب إلى أن أحصل على الحجم الذي أريد. الآن سنأتي إلى شيء آخر، سنأتي إلى السهم الموجود هنا، يعني السهم الذي فوق السهم الأصفر، السهم الأزرق. هذا السهم خاص بتكبير وتصغير الحواف. كيف ذلك؟ إن أردت تكبير الحواف فأضغط ضغطة واحدة على السهم الأزرق وأسحب إلى الأسفل. انظروا. إن أردت تصغير الحواف أضغط على السهم الأزرق وأسحب إلى الأعلى هكذا، تصبح الحواف صغيرة. هذا بالنسبة للشعار الجاهز، يعني هذا خاص بطريقة صنع شعار جاهز وأقوم فقط بالتعديل عليه. عرفنا الأساسيات. نأتي إلى أمر آخر ضروري للغاية. ما هو هذا الأمر؟ الأمر الذي تحتاج معرفته هو وقت الشعار. أنت عندك فيديو قمت بصنعه وطوله دقيقة، أما الشعار تجد أن طوله 3 ثواني، فعليك أن تصنع شعار يكون بطول الفيديو الذي تقوم بعمل مونتاج له. ستذهب الآن إلى هذه الأرقام موجودة هنا، تجد رقم 3 هنا وتجد رقم 3 هنا. أنا أنصحكم ألا تعملوا بهذا الرقم، يعني لا تعدلوا الرقم الموجود فوق، ستقوم بتعديل الرقم الموجود أسفل. كيف ذلك؟ تذهب هناك أرقام على اليمين وأرقام في الوسط وأرقام في اليسار. أنت ما يهمك هو الرقم 03. تقوم بالضغط مرتان في الرقم الذي هو وسط الأرقام، ضغطتان. وللتنويه يجب أن تكتب بالثواني ليس بالدقائق. الدقيقة فيها 60 ثانية، يعني طول الفيديو الخاص بك دقيقة وتريد صنع شعار عمره دقيقة، فتكتب 60 ثانية هكذا 60. بعد أن اخترت الوقت المناسب لشعارك يجب أن تضغط هنا في المكان الفارغ. بعد أن ضغطت على هذا المكان يسألني الآن، يقول لي هل تريد أن تجعل حركة شعارك بطيئة نعم أو لا؟ أنا لا يهمني حركة الشعار، أود أن أزيد من عمر الفيديو فأضغط على لا. هذا أمر ضروري، لا تضغطوا على الأمر نعم، اضغطوا على الأمر لا. بعد أن ضغطت على لا أذهب وأرى الشعار، شعار متحرك وجميل وعمره دقيقة 60 ثانية. نأتي إلى أمر آخر الآن. أريد أن أخرج الشعار أو أنتج الشعار حتى أقوم بوضعه على الفيديو. تذهب إلى هذا المكان وتضغط ضغطة واحدة. أتمنى أن تلاحظوا معي جيدا الإعدادات التي أنا وضعتها لهذا البرنامج، وهي الإعدادات المناسبة. هنا تختار هذا الإعداد وهنا تختار هذه الأرقام. أعيد الخيار الثاني. الخيار الثاني من الضروري أن تختار هذه الأرقام، يعني تذهب هنا وبيكسل بيكسل إنش وبيكسل سكوير.
من الضروري أن أختار هذه الإعدادات لأنها مناسبة لكي يظهر شعارك بجودة عالية. بعد أن اخترت هذه الإعدادات تضغط على OK. بعد أن ضغطت على OK لا تنسى أن هناك إعدادات أخرى يجب أن تقوم بضبطها، هذا ثم هذا. ثم الأمر الضروري والأساسي هو أن يكون لديك شعار بخلفية شفافة. هذا هو الخيار الخاص بالخلفية الشفافة. تؤشر على هذا المكان Transparent Background، يعني خلفية شفافة للشعار. ثم بعد ذلك تؤشر على هذا المكان لكي يصبح عندك شعار بصيغة جيف، ويجب أن يكون شعارك بجودة عالية، فتختار High وتؤشر على هذا المكان وتترك هذا الرقم هكذا، وبعد ذلك تضغط على OK. بعد أن تضغط على OK يعطيك الخيار في أن تضع شعارك في المكان الذي تشاء. أول شيء تسمي الشعار ثم تضغط على هذا المكان Enregistrer. بعد ضغطك على هذا المكان تترك البرنامج يقوم بإنتاج الشعار. كما لاحظتم الآن تم حفظ الشعار بنجاح. يعطيك هذه النافذة، أنت تضغط على OK وبعد ذلك سيعطيك المكان الذي قمت بحفظ الشعار فيه. تغلق هذا المكان وتذهب لرؤية شعارك. هذا هو الشعار، سنرى كيف أصبح عندنا شعار. كما لاحظتم شعار متحرك. والآن نأتي إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة وضع الشعار فوق الفيديو الخاص بنا، يعني استخدام برنامج المونتاج سواء كان فيلمورا أو كامتازيا أو السوني فيغاس. نذهب ونفتح البرنامج ثم نجلب ملفات كما جرت العادة. نجلب الفيديو الخاص بنا الذي نريد أن نضع عليه الشعار. ونجلب الشعار الذي قمنا بصنعه.
بعد أن جلبنا الشعار مع الفيديو، الآن سنسحب الملفات لإتمام العمل إلى داخل البرنامج، وهو برنامج فيلمورا. نسحب بالطريقة العادية الفيديو الذي نريد أن نقوم بعمل شعار له، وننتبه إلى أمر ضروري: يجب أن يكون الفيديو في الخانة أو المساحة الأولى المخصصة للفيديو، والشعار يجب أن يكون تحت الفيديو. أعيد: يجب، وهذا أمر ضروري، أن يكون الفيديو خاص بنا فوق وشعارنا أسفله. لماذا؟ ستعرفون لماذا. الآن نأتي إلى مرحلة، وهي أن نقف فوق الشعار، نضغط على الشعار هكذا، وبعد ذلك نقف بالزر الأيمن للفأرة فوق الشعار، فتعطينا هذه القائمة. نحسب من الأسفل إلى الأعلى حتى لا يذهب لكم الخيار 1 2 3 4 5. الخيار الخامس، ولكن من الأسفل إلى الأعلى: إكران فيغ باللغة الفرنسية، جرين سكرين باللغة الإنجليزية، شاشة خضراء باللغة العربية. نضغط فوق هذا الخيار فتنبثق لدي هذه النافذة. علي أولا أن أؤشر هنا Appliquer la transparence. نؤشر هنا، ثم بعد ذلك نذهب إلى هذه المساحة البيضاء ونقف فوقها بالزر الأيسر للفأرة، فنجد شكل قلم. أعيد: يجب أن تقف فوق المساحة البيضاء بالزر الأيسر للفأرة وتضغط ضغطة واحدة، وهذا من أجل نزع اللون الأبيض. بعد أن نزعنا اللون الأبيض كما تلاحظون، نذهب إلى هذه النيفو هنا ونزيد الأرقام إلى 18 أو 15 كما تشاءون. بعد أن زدنا نضغط على OK. بعد ضغطنا على OK يصبح عندنا شعار بدون خلفية بيضاء. الآن نأتي إلى مرحلة وضع الشعار في مكانه المناسب. كيف نضع الشعار في المكان المناسب؟ كما تلاحظون هناك لون أصفر كإطار في الحواف، وفي كل مكان تجد نقطة. أنت عليك أن تسحب من النقطة. أنا أريد أن أصغر هذا الشعار، فأذهب إلى هذه النقطة، ثم بعد ذلك أضغط ضغطة بالزر الأيسر للفأرة، وأبقي على إصبعي ضاغط، وأسحب أسحب 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 الشعار إلى أن يصبح شعار صغير ومناسب للقناة. بعد أن سحبت الشعار أستطيع تغيير مكان الشعار. مثلا أنا أضعه في اليسار، أريد أن أضعه في اليمين. كيف ذلك؟ أذهب فوق الشعار، يعني داخل الإطار الأصفر، وأضغط على الزر الأيسر للفأرة، وأسحب الشعار إلى المكان الذي أشاء. أضعه هنا أو هنا أو هنا كما أشاء. الآن سنشغل الفيديو. كما تلاحظون أصبح عندكم شعار متحرك وباسمك. الآن أتممنا هذا الدرس الخاص بصنع شعار أو كيفية صنع شعار باسمك للقناة. والآن سنرى أمر آخر. ربما تعرفون كلكم أنكم بعد ذلك يجب أن تخرجوا الفيديو من هنا بضغطكم على إكسبورتي، ثم تذهبون لاختيار المكان المناسب للفيديو القصير الذي قمتم به، ثم تضغطون إكسبورتي، وبعد ذلك يصبح عندك فيديو وفيه شعار باسمك، يعني شعار متحرك وشعار بشكل جميل تختاره أنت، وهذا حسب ذوقك.
فقط للإشارة. يختلف صنع الشعار من شخص لآخر، وهذا حسب اختلاف الأذواق وحسب اختلاف القنوات. فصاحب القناة الرياضية سيحاول أن يختار شعار رياضي، وصاحب القناة الموسيقية يختار شعار موسيقي، وصاحب الاختيار القناة الفكاهية أو البرامج التلفزيونية سيضع شكل تلفاز ويكتب اسمه في الأسفل. سيكون لدينا شرح آخر بإذن الله خاص بصنع الشعارات حتى نفصل فقط في صنع الشعارات. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، وما بقي لي الآن سوى أن أودعكم، وأتمنى أن تدعموا القناة بوضعكم للايك ووضعكم لاشتراك، وأن تنشروا القنوات في صفحاتكم في الفيسبوك. وسنكمل دروسنا في الأيام القليلة بإذن الله. وما بقي لي إلا أن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.